السلام عليكم متتبعين قناتنا. قررت المجلس الوزراء الجزائر لأحد رفع تدريجيا في الأجور بالنسبة ستصل إلى 47% حتى 2024، مع رفع معاشات المتقاعدين ومنحة البطالة التي يحصل عليها العاطلين عن العمل منذ إصدار مارس 2022. وتتوقع الميزانية التي وقعها الرئيس عبد المجيد تبون صدرت 46.3 مليار دولار و 36.9 مليار دولار من الوارد والاحتياطات من العاملات الأجنبيات قدرها 59.7 مليار دولار. قررت السلطات الجزائر إجراء زيادات تدريجيا في الأجور إلى غاية السنة 2024، مع رفع معاشات المتقاعدين ومنحة البطالة التي يحصل عليها العاطلون عن العمل. وجاء في بين المجلس الوزراء أن الرئيس عبد المجيد تبون وجه بأن تتم زيادات الرواتب على مدى سنتين 2023 و 2024 ليتراوح مستواها إلى سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار، وهو ما يجعل الزيادات خلال سنوات ثلاثة تصل إلى نسبة 47%.